في حجم النادي، فالحمد لله دفع حاجه خطوه كويسه جدا. والحاجه الثانيه ان انتقل اللاعب يعقوب ديارة. نعم. ده مهاجم من مالي، مهاجم حلو جدا. 23 سنه. مستوى عالي جدا ان شاء الله، ويعجب ويكون لي يعني حظ كبير جدا في الدوري المصري. انتقل 3 سنين عندنا، وانا سعيد جدا بهذه الصفقه، لان انت عارف طبعا يعني يمكن جربنا كذا لعيب، لكن الحمد لله يعني اللي شفناه وعرفنا عن اللاعب انه لاعب مهم جدا ولاعب اساسي. والحمد لله عملت يعني خدت فعلا يمكن شويه وقت مع المحادثات مع النجم الساحلي، لكن في الاخر الحمد لله ربنا وفقنا وحصلنا على توقيع النادي وتوقيع اللاعب. واللاعب بكره هيوصل بعد الظهر على القاهره على خطوط المصريه، هيوصل بعد الظهر حوالي الساعه 6، وبعد كده هينتقل لبورسعيد، وان شاء الله نأيده على طول ويكون معنا في الماتش بتاع انبي ان شاء الله. ربنا يوفقه. بيلعب مكان عبد الله سيسي او الياسو ولا مكان مختلف يا مستر كامل؟ لا هو مهاجم. زي السيسي. كامل بيه هو جاهز ولا مش جاهز؟ بيتمرن وبيلعب ولا ما بيلعبش؟ لا جاهز، بيلعب. دي مهمه قوي دي. طبعا عندك اقتراح كامل بيه يا فندم. تاخد فابيو جونيور وتجيبه. لا انا مبسوط كده. ايه يا كامل بيه؟ بيقول انا مبسوط كده وانا مرتاح كده. يعقوب ديارة. طيب السؤال بقى يا كامل بيه، هو طبعا كان ماضي هناك في النجم الساحلي، كان فاضل له قد ايه في عقده هناك؟ لا كان باقي 2 سنين لسه. 2 سنين. طيب نستأذنك بس نعرف المقابل للنجم الساحلي مش للاعب. لا يا كابتن انا ما بقولش ارقام. انا عارف، انا بتكلم عن النادي بس يا كامل بيه، عن النادي. يعني هو يعني هقول لك انا حاجه، كان سوشيو الفرنسي كان عارض 350,000 يورو. سوشيو الفرنسي انا عارف انه كان عايزه فعلا ب 350,000 يورو. يعني حسبة كام مصري بقى دي؟ يعني 3 في 8 ب 4 يعني حوالي 3 مليون جنيه مصري. اوكي. لكن احنا شطار شويه الحمد لله يعني. يعني افهم من كده اخدته اقل من كده. اقل من كده. يعني بنتكلم في 300,000 يورو تقريبا 250. يعني حوالي 2.5 مليون. لما يقول لك شطار لما يقول لك 350 يبقى نازل 100 على طول. 100 تنزل 100 على طول. ده لغه السوق. احنا عندنا تزود 200 على طول. ودي صفقه يعني كبيره جدا بالنسبه لنا. واللاعب صغير وبعدين الياسو مش هيكون لوحده كده. يعني برضه لما نكون الاثنين في نفس البلد فدي حاجه مهمه جدا. وانا بقول لك بامانه يمكن الياسو لعب دور مهم جدا في اقناع اللاعب انه يجي عندنا. الياسو ليه بقى؟ هو يعرفه؟ لا هو بلدياته يعني يعرفه كبلدياته يعني. يبقى حضرتك عندك 3 افارقه كده. 3 افارقه كده الحمد لله. قفلت خلاص المساله دي. الى انتهت ان شاء الله. بالظبط. يعني لازم نبارك لك يا كامل بيه. الله يخليك. صفقات جميله وفريق محترم على اعلى مستوى. اعتقد الامر مستقر حاليا داخل النادي بالنسبه للكابتن طلعت يوسف والمسائل دي كلها. انا عايز اقول لكامل